مجلس خونة نادي الزمالك بيفضوا نادي الزمالك، هيجيبوا نادي الزمالك على الارض. بجد انتوا هتخلوها اسوأ من موضوع ارض اكتوبر. حرام عليكم اللي بتعملوه في نادي الزمالك بعد موضوع محمود بن تايج وفسخ عقده مع نادي الزمالك. انتوا كده خونه، مفيش فيكم حد زملكاوي. انتوا لو فيكم واحد بس زملكاوي كان طلع وفضح كل مجلس الاداره ويتكلم ويقول ايه اللي بيحصل جوه نادي الزمالك. ده محمود بن تايج ده واحد من اللعيبه المهمين في تيم نادي الزمالك، ازاي تخلوه يفسخ عقده بكل البساطه دي وانتوا بتتفرجوا؟ محمود بن تايج مقدم شكوى في نادي الزمالك من 15 يوم، كنتوا فين؟ بتعملوا ايه؟ مكبرين دماغكم؟ المشكله ان انا سمعت انه عضو من مجلس اداره نادي الزمالك وهو احمد سليمان. محمود بن تايج يبقى خاطب بنته، واحد بيلعب في نادي الزمالك وانت عضو في مجلس اداره نادي الزمالك وسايبه يمشي من نادي الزمالك ويفسخ التعاقد معاه. يا ترى المهر بتاعه ان هو يروح نادي تاني او يروح النادي الاهلي؟ هو ده عضو في مجلس اداره نادي الزمالك؟ عشان كده بقول عليكم كلكم خاينين. ولسه جاي في الطريق بزيره وجاي في الطريق شيكو بانزا اللي احنا بنقول لعيب على قده، ده ممكن يفسخ تعاقده وياخد عقده بالكامل زيه زي اللعيبه الكسر اللي جت قبل كده وهتاخد عقدها بالكامل. لعيب ما بيكملش معاك بيمشي وهياخد عقده بالكامل. انت مجلس اداره بتعمل ايه؟ انتوا اكتر ناس خدتوا دعم من جمهور نادي الزمالك وخدتوا دعم عشان القايمه تيجي بالكامل. فين بقى شغل القايمه بتاعكم؟ مفيش. انتوا صفر شغل، انتوا صفر حل للمشاكل. انتوا كل يوم بتعملوا مشكله لنادي الزمالك وما بتحلوش، ما تطلعوش تتكلموا. مفيش فيكم حد ذكر يطلع ويتكلم ويقول انا هستقيل ويلبس باقي الاعضاء ويحكي اللي بيحصل بالظبط. انتوا جايين تقدموا اجنده، دي اجنده لهدم نادي الزمالك. انتوا مش مجلس اداره بيشتغل لمصلحه نادي الزمالك، مستحيل. هاتولي حاجه واحده بس عملتوها في مصلحه نادي الزمالك، مفيش. نادي الزمالك من سيء لاسوء، كل يوم بنسمع خبر ان لاعب بيمشي وبيفسخ تعاقده وهياخد عقده بالكامل. طب وبعدين قعدنا نقول مرتضى منصور راجل ديكتاتوري وبياخد قرارات من نفسه. يا ريت الاقي واحد ياخد قرارات من نفسه بس ياخد قرار في مصلحه نادي الزمالك. هو يا اما مرتضى منصور يا اما ناس خايبه خونه. مفيش حد زملكاوي يقدر يمسك نادي الزمالك ويجيب له حقوقه ويخليه واقف على رجله ويبسط جمهور نادي الزمالك ده. انا مش عارف الايام اللي جايه هيبقى فيها ايه، بس الواضح ان نادي الزمالك كل يوم في مشكله جديده. في وجود المجلس ده استقيلوا. لو مش قد نادي الزمالك ومش قد طموحات نادي الزمالك امشوا. لو مستنيين ارض اكتوبر وهو ده اللي انتوا مستنيينه امشوا. ارض اكتوبر مش هترجع وانتوا عارفين الكلام ده كويس. لو انتوا بتمطلوا عشان تفضلوا قاعدين على الكرسي اللي جاي هيبقى اسوأ ليكوا قبل ما يبقى اسوأ لنادي الزمالك. نادي الزمالك مش مستحمل حد فيكم، جمهور نادي الزمالك مش قابل ولا واحد منكم لان انتوا مش بتحلوا ومش هتحلوا. فيا ريت لو مش قادر نادي الزمالك استقيلوا وامشوا وسيبوا النادي عشان تيجي ناس عارفه قيمه وحجم نادي الزمالك.